نعم. ترك الاستفتاح. أكثر الذين يصلون التراويح يستفتحون في أول تسليمة فقط والباقي لا. سبحان الله، لماذا ترك الاستفتاح؟ أليست الصلاة التسليمة الثانية مستقلة عن الأولى؟ نعم بلى، لو بطلت الثانية لم تبطل الأولى، مستقلة عنها تماما. فإذا كانت مستقلة عنها فإن المشروع في الأولى يكون مشروعا في الثانية، فكما أن الاستفتاح مشروع في التسليمة الأولى فهو مشروع في التسليمة الثانية. وأيضا يتركون الاستعاذة، وهي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأزيد على ذلك أن بعضهم يترك بقية الصلاة الإبراهيمية، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد السلام عليكم، فقط ما يكملون ولا الصلاة الإبراهيمية. سبحان الله يا أخي، إحنا جايين نتعبد الله. فتجافى جنوبهم عن المضاجع، تركنا الأهل والفرش لأجل أن نتقي الله. تقتصر بنا على اللهم صل على محمد، وربما يكون الإمام سريع القراءة فينتهي من اللهم صل على محمد قبل أن يقول ذاك السلام عليك أيها النبي، وهذا غلط عظيم. أما ترك الاستعاذة من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول فإن مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أحد الوجهين أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة مثل التشهد الأول، لا بد أن تستعيذ بالله من هذه الأربع. وهذا القول له وجهة قوية من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فأمر بالاستعاذة. ولأن الاستعاذة وقاية عظيمة، وقاية